المقومات الطبيعية للسياحة. موقع جغرافي متميز وسط قارات العالم، ومن أوروبا تقترب شمالا. إيه أهمية اقترابها من أوروبا يعني؟ يا خبر، أصل أوروبا أكتر قارات العالم للسائحين تصديرا، ومظاهر سطح تتنوع بين جبال لهضاب لسهول وأنهار ويا بحيرات، سبحان الله خير ماهول. أشهرها شلالة فيكتوريا والشعاب المرجانية، حنلاقيها فين في القارة عالسواحل الشرقية. وجزيرة زنجبار موجودة في تنزانيا، وجزيرة الجفتون في مصر أمام الغردقة. ومناخ أكيد متنوع لمساحتها الكبيرة، مما أدى لتنوع شتا سياحية كتيرة. أفضل فصول هو الشتاء، أفضل أماكن شمال وجنوب لاعتدال المناخ وشمس سطيعة شمال وجنوب. تتنوع الحياة البرية، تتنوع نباتات طبيعية وحيوانات والطيور. لذا يأتي كتير سياح للدول الإفريقية اللي حولت مساحات شاسعة من أراضيها المنتزهات وطنية ومحميات طبيعية. ليه؟ للحفاظ على التنوع البيئي واستدامته للأجيال الجاية. وأولى الدول فيها كينيا